المشاهدين أعزائي المشاهدات، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج حديث الساعة. هذه الحلقة تتميز بلون فني من الطيبة ومن ابن مدينة الطيبة. سنكون معه من خلال هذه الحلقة وبعيدة عن السياسة وبعيدة عن القضايا الآنية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نستضيف فنان ابن مدينة الطيبة، فنان يهوى الغناء ويعشق الطرب، ثابر من أجل ذلك الهواية حتى نال مراده وأصبح من الفنانين المعروفين محليا. يحيي حفلاته في الأعراس والمناسبات السعيدة، من خلال ذلك يجعل البسمة والفرحة تعم أهل الفرح وإسعادهم. بالطبع الفنان ابن مدينة الطيبة هيثم ربيع. أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وهذه الحلقة هي برعاية براون كافي اللي بالطبع في عمارة أبناء أبو سبيت على طريق المنطقة الصناعية الجنوبية. براون كافي كل ما لذ وطاب تحت سقف واحد. براون كافي ماركت وأيضا كوفي شوب، جميع أنواع القهوة والمشروبات المرطبة والعصائر، ولا ننسى البوظة، إنتاج محلي، هي من إنتاج براون كافي ماركت. أهلا وسهلا بكم وبنرحب في الفنان ابن مدينة الطيبة هيثم ربيع. أهلا وسهلا فيك في موقعك وفي بيتك. أهلا وسهلا فيكم وجميع مشاهدينا، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله حلقة مميزة وحلوة طبعا بوجودك الرياض، وأهلا وسهلا كمان إن شاء الله. وأهلا وسهلا فيك هيثم ربيع. هيثم ربيع، بدنا تعرفنا أكثر من هو هيثم ربيع، وإحنا بسبب انتمائنا لهذا البلد الطيب يعني حبينا اليوم نستضيف فنان من الطيبة. أنا اسمي هيثم صالح ربيع انصراف من مدينة الطيبة، متزوج وعندي 3 أولاد. هاي هويتي. حلو. متى نشأت عندك روح الفن والهواية الغنى والطرب؟ طبعا كل الفنانين وكل المطربين مش بس هون في المحليين، العالم كله طبعا هم صغار. بلشت انا طبال وصرت بعدها ضابط ايقاع كنت في البداية. نعم. وصرت ارد وراء مطرب، والحمد لله عندي فرقتي وبنعمل حفلات. يعني انت وانت ضابط ايقاع كان عندك الرغبة تكون مغني وتعشق الطرب والغنى. صحيح. نعم. اليوم انت صاحب فرقة تحيي حفلات اعراس ومناسبات في جميع انحاء البلاد، وطبعا مستقل. طبعا بدي انوه الشباب اللي عندنا من الطيبة، هيثم ربيع مش بس حفلاته في الضفة، كمان بعمل حفلات بالشمال في الجنوب، يعني حفلات مش بس شباب، حفلات مختلطة، وانا بجيب كل. لا بس انا بدي انا على هاي النقطة بدي اوقفك. فنان ابن بلدي هيثم ربيع، اغلبية المطربين والفنانين وكبار الفنانين في الوسط العربي من عندنا يبدأون مسيرة فنهم في 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 ارجاء جميع البلدان، على وسط الوطن، على جميع بلدان الوطن وداخل السلطة الفلسطينية. يعني أنا أذكر المرحوم شفيق كبهة تعيش، يعني كان يحيي حفلات كثيرة وكان موهوب وكان مرغوب. مظبوط. جميع الفنانين، فهذا ليس يعني لا يقلل من شأن الفنان. مظبوط. بس لا، في عندنا نقطة اللي هي يعني بس بغني أعراس بالضفة وبس، يعني على فكرة أعراس يعني محدود. فأنا بقول لهم غلطانين. أنا بغني في الشمال
وين ما كان بطلبوني بغني. وهيثم ربيع بوقف على المسرح جامد وبغني صاحب الصوت الذهبي وبيحيي حفلة حلوة وبيعمل حفلة حلوة وبمشاركة 1000 2000 3 4 بنقول بسم الله ونقول يا الله وبنعمل حفلة. يعني كما قلت وأسلفت في البداية تجعل البهجة والسعادة على كل من هو صاحب طبعا الفرح، واحنا نقول دائما الله يهدي بال الناس. امين يا رب. الفنان هيثم ربيع، شو لونك المفضل في الغناء؟ هناك اليوم كما تعلم يعني ميكس والكثير من الالوان. طلع خيار. انا بغني اللون الطربي، اللون الشعبي الفرانكو اللي هو اغاني الصبايا. نعم. اللون الشعبي. احنا بعراسنا هون الكل الاغلب بس بغني شعبي، فانا متميز يعني الازيد في غناء الشعبي حلو. لانه الشباب كلها حمام عريس جنوا نطوا جنوا نطوا انت فاهم شو بدي. نعم. طيب احنا ما بدنا نطيل على المشاهدين، بدنا نسمع منك موال للطيبة ولأهلنا ولمشاهدينا. خيات مسافر بها مر، والله فيها الحلم ما تلقى بها مر. والله على الطيبة يا مسافر بها مر، والله فيها والله عشاني دخل الجنة الله من الحساب يا ويل
العافيه. لازم ان احنا نحيي برضه شهدائنا الله يرحمهم. صحيح صحيح، ان شاء الله يتقبلهم والأسرى ان شاء الله بفك اسرهم يا رب. ان شاء الله انه كل شهيد يحتسب عند رب العالمين شهيد ويفك اسر جميع اسرانا. وطبعا هذه رساله ساميه من كل فنان يبعثها لشهدائنا واسرانا. نريد ان نذكر ايضا معنا في الاستوديو عازف الاورج شاهر خنفه. يعطيك الف عافيه شاهر واهلا وسهلا فيك. طبعا بما انه برنامج حلقه حديث الساعه اليوم هي مميزه وبعيده عن السياسه وعن القضايا الانيه باستضافه الفنان هيثم ربيع ابن مدينه الطيبه، اللي احنا نفتخر بكل فنانينا وبكل اهلنا وبكل شبابنا من مدينه الطيبه. البرنامج برعايه كما اسلفت برعايه براون كافي ماركت باداره حماد السبيت، عماره ابناء ابو سبيت في الاحياء الجنوبيه طريق المنطقه الصناعيه. احنا تضييفات طبعا سيكون تضييفات بعد لحظات من براون كافي ماركت وبإدارة حماد السبيت، ومعنا هنا في الاستوديو أيضا حماد السبيت. نطلب منه يفضلنا طبعا ملذ وطاب من تضييفات، وأهم شيء البوظة. البوظة هي صناعة محلية في براون ماركت كافي. فنطلب من حمادة ومع المنتج حسني صوار إنه جهزوا التضييفات ونكمل مشوارنا مع الفنان هيثم ربيع. واهلا وسهلا مره اخرى، وشكرا على الصوت الجميل والذهبي. هيثم، يعني شو المشاكل بشكل عام الفنان يواجهها من خلال عمله الغنائي، من خلال احياء الحفلات سواء الاعراس او اي مناسبه سعيده؟ كثير المشاكل بتصير، يعني بالاخص المطرب. نعم. المشاكل هي حجز الحفلات. كثير ناس بتتصل عليه في حفلة بدها تستفسر يعني كثير في اشياء كثير، يعني حجز وتبطيء حجز، تصير حجز وعربون وتاخرت ونقط العريس طبعا انت نقط العريس ونقطه مني يعني مشاكل عند كل شيء يعني مشاكل عند الناس. في ناس تحبك، في ناس بتحبكش، في ناس بتحكي عليك، في ناس كثير في مشاكل بالاخص المغني. نعم. والاشاعات كثير. طبعا هذا يعني لابد في هناك دائما ضريبه لكل فنان ولكل انسان طبعا مشهور ومعروف. بالنسبة للإشاعات هذا شيء عادي، ويعني تقبل الأمور ببساطة وأكل من مهلة. صحيح. يعني خلينا نقول مشان تحافظ على الصوت الجميل، الصوت الجميل، تحافظ على الحنجرة، في هناك أشياء اللي تستخدمها مثل مشروبات معينة. كيف لك أن تحافظ على الأشياء الطبيعية اللي طبعا قبل الحفلة، يعني في يوم الحفلة هو أزيد شيء الزنجبيل أو اليانسون. أنا بفضل الزنجبيل نفس اليوم الحفلة لأنه بيحب الصوت. وهي معلومة للمطربين اللي مش عارفين هاي الشغلة. نعم. الزنجبيل اليانسون شاي، ما في شيء ثاني. هذا أشياء طبيعية طبعا، مش شيء. نعم للحفاظ على جودة الصوت والحنجرة. طبعا بطلوا عن الدخان مغنيين. هاي مشكلة عند المطربين. نعم. احنا ننتظر التضييفات. حمادة تفضل حمادة صاحب براون كافي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك هيثم. الله يعطيك. تفضلوا. اهلا وسهلا. حمادة سبيت صاحب براون كافي.
هي كلها منتجات محلية؟ نعم صناعة محلية، إنتاج محلي، البوظة وأيضا أنواع الكعك. خلينا نشرحها قبل ما شو في موجود في الكاسات هون حمادة؟ بالأول أنت اشرب وبشرح لك كل شيء شو في موجود في الكاسات. تفضل هيثم مليح للصوت. البوظة بالعكس زي البوظة مليحة. ما شو بعد تيجي لنا تشرب الزنجبيل. إن شاء الله رب العالمين. أنا بنتشرف. تنساش شاعر. أكيد. شاعر طبعا، شاعر هو ابن مدينة الطيري. لا الطيبة. من الطيبة شاعر؟ شاعر خنفر من الطيبة. ابن مدينة الطيبة. أهلا وسهلا فيك. عازم اوكي. خلينا بس حمادة تشرحنا في البداية عن المكان وعن المنتوجات وعن كل ما تنتجوه هناك من خلال الكعك والبوظة. اوكي، اول شيء بحب استغل الفرصه ومناسبه حلول عيد الاضحى المبارك. بحب اعيد على جميع المشاهدين وعلى كل الامه الاسلاميه ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله ربنا بعيد علينا وعليكم بالصحه والسلامه وذات البال. براون كافي ماركت هو عباره عن محل اللي بيقدم عده خدمات في تحت سقف واحد. احنا عباره عن سوبر ماركت كبير، بالاضافه الى مطعم كوفي شوب، بالاضافه الى مطعم وكافيتيريا اللي احنا نتميز بصناعه محليه من البوظه الايطاليه. كذلك الكعك كله صنع محلي. الباجيت اسمح لي اخلي اياها كلها في العبره لانه المشاهدين الخبز المقرمش بسموه خبز المقرمش. هاي اللي حدا فاهمها. أنا أجتني الفكرة أخ رياض لما كثير صرت أشوف إنه طيبة مدينة كبيرة. طيبة مدينة كبيرة وجدا. صحيح. فيش أي سبب إنه أبناء الطيبة وجبة الفطور يطلعوا لحد كفر سابا ولحد نتانيا وراس العين يروحوا يفطروا هناك ولا يتغدوا في باتيام ولا يتعشوا في ريش. وأسعار طبعا. وأسعار باهظة كلنا بنعرف أول شيء. صحيح. إحنا بنتميز في براون كافي ماركت إننا بنقدم هاي الوجبات والبوظة على نتميز في الجودة العالية، في النظافة اللي بتميزنا. طبعا عندنا شيف في كل وردية، في عندنا شيف اللي بيفهم في الأكل. أيضا المواد الخام هي من أجود المواد الخام اللي احنا بنستعملها كله ماركات عالمية. اللي طبعا البوظة الإيطالية معروف عنها رقم واحد في العالم هي شركة ألدو، موجودة على مستوى العالم كله. شركة إيطالية. نعم. احنا بنصنعها عندنا في المحل. كذلك الخبز والكعك كله هذا صنع محلي كمان في ماركات عالمية. فاحنا حبينا العائلة اللي من الطيبة بدها تفطر او تتغدى او تتعشى وبنفس الوقت تتحلى ببوظة ولا بدها جاي عبالها يوغورت، ففيش حاجة ابن الطيبة يروح على مجمع اللي يفوت على محل يفطر فيه وبعدها يطلع يروح يدور على محل يتحلى فيه بوظة. واذا اجى عباله كريب بده اخرى محل بيتخصص بالكريب، وبده اخرى محل بيتخصص بالبافل، وبده اخرى محل بيتخصص باليوغورت، واذا بده يشتري له شغله عامله هنا بده يروح على كمان سوبر ماركت، واذا اجى على باله فنجان قهوه براون كافي ماركت. كل ما يخطر بالكم تحت سقف واحد. مهم جدا نركز على موضوع الجوده والنظافه والاسعار الشعبيه والخدمه. يعني نفس الوجبه اللي انتم بتاكلوها بكفر سابا في الشركات اللي معروفه، نفس الوجبه تنزلكم بضاعه ازيد طازه، اكل بجوده اعلى بسعر بديش اقول لك نص السعر بل وهو ثلث وربع السعر. انا بديش احكي كثير عن محلنا. احنا محل جديد تقريبا، احنا متواجد في المنطقه الصناعيه. عندنا تطبيق على الويز من طريق المنطقه الصناعيه، عندنا تطبيق على الويز براون في الانجليزي كافي ماركت. شارع الامل 7 طبعا هسه الحمد لله واخيرا يا رب الحمد لله صار عندنا اسماء بالشوارع، فاحنا شارع الامل رقم 7 بنايه اولاد الحاج ابو سبيت. في عندنا هناك المحل متواجد. وانا بدي اقول لكم انه
تعالوا جربوا وانتم احكموا بنفسكم. المحل مفتوح على مدار الساعة 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. القرار لكم والحكم لكم، تقدروا تيجوا أهلا وسهلا. طبعا عزومتكم عندي بعد البرنامج إن شاء الله، خياطة هيثم وجميع الموجودين معنا هنا. في شغله توصيلات حتى البيوت؟ اكيد في عندنا باقي ساعات الليل طبعا لكل البيوت اللي مش متواجد عندها سيارات وصعب عليها توصل للمنطقه. طبعا عندنا الخدمه حتى البيت. عندنا رقم الهاتف 0988 77856 0988 77856. احنا نستقبلكم على مدار الساعة وخدمة مثل ما بيقولوها من القلب للقلب. أنا طبعا يعني الحق يقال، أنا من باب الصدفة مريت من الشارع ونزلت اشتريت حاجيات مرطبات وقهوة، يعني ما شاء الله المكان من أرقى ما يكون في الطيبة. خدمة ممتازة، هناك طاقم كامل ومتكامل لإعطاء الخدمات الممتازة جدا، نظافة المكان. وأيضا نذكر المشاهدين الكرام بأن هناك فروع بسيط وعلى قد الحال للصيد. طبعا احنا ما عرفناكم على السيد حمادة سبيت، هو صيدلاني بالأساس، وأيضا هناك فروع هذه خدمة مميزة اللي حبيت أوفرها لكل سكان مدينة الطيبة. أدوية بدون وصفة طبية، كل ما يتعلق في أدوية اللي بتقدر تشتروها بدون وصفة طبية، منها إذا سخونة عند الأولاد، كح عند الأولاد، كثير شغلات اللي بتقدروا موجودة، يعني اللي بتقدروا توصلوا لها بدون ما تحتاجوا لأي صيدلية تفوتوا عليها في نص الليل. الطيبة مدينة كبيرة اللي بتستحق محل من هالنوع. طيبة ناقصها إشي من هالنوع كثير، يعني ناس بتيجي عندي بتقول لي إشي جديد على الطيبة، إشي جديد على البلد، إشي جديد على الوسط العربي أجمع. فالطيبة هي بيميزها إنها هي زهرة المثلث، هي أكبر مدينة، أكبر مدينة في يعني ثاني أكبر مدينة في الوسط العربي. فيش أي مانع اللي يكون فيها محلات من هالنوع فخمة وبتقدم خدمة مميزة واللي هي عن جد يعني. ونحن من باب نخلي خير. نعم لإلنا، ونحن من باب الانتماء ومن باب التشجيع نشجع المصالح الصغيرة والكبيرة أيضا، وهذا يعني حقيقة يساهم باقتصاد البلد. عندما لا نخرج إلى الخارج لنأكل أو نشرب أو نلبس أو أي أشياء من الاحتياجات الخاصة بنا، إذا توفرت عندنا في البلد وساهمنا بإتناءات الأمور من البلد نفسها، نحن نساهم باقتصادها، وهكذا نرتقي إلى اقتصاد أقوى وأفضل للجميع. حمادة سبيت صيدلاني، حمادة سبيت، بس نتعرفنا شو أنواع البوظة اللي بتتجوها عندكم؟ طبعا هيك البوظة الإيطالية هي في هناك عدة أنواع. أنا بيهمني أعرف أنواع عديدة جدا، يعني في هذا المجال هناك لا يقل عن 60 ل 70 نوع من بوظة اللي إحنا من فترة لفترة بنصنع أطعمة وألوان وطعم جديد، منها الفريرو روشيز، منها الكندر بوينو، منها الكندر بيتزا تفتعام، منها الدردسين للأولاد الصغار، منها البازوكا، منها الحموتس، منها المتوك، منها المرير، أوريو، سنيكرز. هناك ملان رياض. كل ما يخطر على بالك احنا كل اسبوع عندنا انواع جديده، اطعمه جديده حسب ذوق يعني الزبائن تعيينا شو بيطلبوا شو بيحبوا. احنا اذان صاغيه بنعمل على مدار الساعه اللي نوفر لهم الطعم والذوق المناسب لهم. ما شاء الله، يعني انا حقيقه انه بوظه مرتبه والله من حيث الطعم ومن حيث الجوده. ونحن نطلب من براون كافي ماركت بإدارة الصيدلاني حمادة سبيت إنه كل أسبوع نستضيفه ونجيب لنا تضييفات. خلينا نعتبرها زكاة. حمادة شكرا جزيلا. شكرا. كل عام وأنت بخير.
والله انت وين يا براون كافي يلي القلب فدواك؟ والله انت وين يا براون كافي يلي القلب فدواك؟ والله حبيبي يا ابن ابو سبيت تغلبوا الحكام، والله فدواك فدواك ادوي وشلشل الوديان، والله فدواك وظلك ذيب ولا تخاف الذياب وابيه. والله هيا يا ابن الطيب هيا، والله هيا يا ابن الطيب هيا، والله عند ابن ابو سبيت نعمل الليل هيا. والله شبابك يا ابو سبيت ويا براون كوفي يا ناس، والله هيا نشام الموت الحمر ما تهاب يا ويلا.